تعالوا بقى يا حبايبي لما نعمل مع بعض النهاردة الغداء المصري الأصيل البسيط اللي مفيش أحسن منه بطريقة أمهاتنا كلنا، بالطريقة الفلاحي البسيطة الحلوة بقى خالص، من غير ولا تتبيل ولا من بالليل ولا حاجة خالص، وأكل كده حاجة حلوة كده وتفتح النفس، وحاجة يعني بسيطة وعادية خالص، وكل الناس طبعا بتحبها وبتحب ان هي تعملها بطريقة يعني بسيطة خالص. طبعا مفيش فيها تتبيل ولا اي حركات ولا حاجة، رز ابيض والبط والفراخ في الشوربة والخضار بالصلصة عادي خالص. فطريقة جميلة قوي، انا عن نفسي طول عمري بحبها والله، وبحب اشتغل بها. طريقة امي ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر. اول حاجة كده اي نوع معاك طيور، بط، فراخ، ابيض، احمر، اي حاجة، بتغسليه كويس جدا وبتنقعيه 10 دقايق كده، وبعدين بتجيبي حلة على النار ناشفة خالص من غير اي مادة دهنية، وبتنزلي كده على طول بالحاجة اللي معاكي وتنزلي معاهم كده ببصلاية وترش عليهم شوية ملح، وتقلبيهم من الجنب دي للجنب دي وتغطي عليها وتسيبيها دقيقتين 3 كده، وتروحي تقلبيها تاني. بتلاقيها كده نزلت مية شوية، بتاخد المية دي وعلى الحوض وتصفيها، بتهوي الغطا شوية كده وتصفيها. الحركة دي حلوة جدا جدا في الطبيخ بتاع البط او الفراخ او اي حاجة، لان المية اللي بتنزل اللي انت شايفاها ديت بتبقاش كويسة وبتبقى ريحتها مش حلوة. فانت لما بتصفيها كده بتدي بقى طعم حلو للبط كده او الفراخ. وتبدأي بقى تشمي ريحة حلوة وتطبخي بقى كده طبخ جميل خالص زي الفل. طبعا والله لو كل يوم طبخنا يا ولاد بطريقة، مفيش احسن من الطريقة اللي ام وامك كده علمتها لنا. زي العسل والله وزي الفل. بعد كده نشفت خلاص ما عادتش بتنزل مية ولا حاجة، بننزل بقى عليها بالمنكهات اللي عندك بقى كلها، فلفل قرنفل بقى، ورق لورا، حبهان، كبابة صيني، اي اللي عندك حطيه، وبتقلبها تقلبتين كده، بتشم بقى احلى ريحة كده. ممكن تطبخي بقى طيور او بط، فراخ، اي حاجة. يعني شوية التوابل دول كده لما تحطيهم وفلفل اسمر نص معلقة كده، وتقلبي تقلبتين، بتشمي ريحة حلوة اوي اوي. بعد كده بقى بيبقى معايا طماطميتين كده، بقطعهم تقطيع صغير كده، وبرده بحط عليهم نص معلقة ملح وفلفل وقرن فلفل كده، وانزل بهم بقى على الطيور بتاعتي كده. وبعدين بقلبهم برضو تقلبتين، واغطي عليهم مع الطماطم والفلفل والبهارات دي 10 دقايق كده، وتقلبي برضو كل دقيقتين 3 كده. بتلاقيها بقى نزلت صوص كده وطلع ريحة كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، مالية الدنيا حواليكي كده. طبعا ما فيش احلى بجد من الطريقة دي. لو كل يوم تبلت فراخ، بط، عملت ايه والله، دي احلى طريقة. تعالوا بقى نعمل شوية صلصة كده زي الفل كده للخضار، ايا كان نوع الخضار معاكي. لوبيا بقى، فاصوليا، فول، اللي عندك بقى اعملي نفس الحركة دي في التقلية بتاعته، بتبقى زي الشهد كده. معلقة زبدة ومعلقة زيت، وتقطعي بصلة كده ناعم سواء على ايدك او بتبشرها بالمبشرة. واول ما الزيت يسخن كده بتنزلي بالبصلة تقلبتين 3 كده. اما البصلة تدبل بتكوني دقة كده نص راس توم، وتنزلي كده مع البصلة وتقلبي. وبعدين بتقومي نازله عليهم بنص معلقه كده صغيره ملح وكمون وفلفل اسمر، وتقلبي. بتشمي ريحه بقى التقليه بتاعتك دي، جايبه لك اللي في اخر الشارع كده مع التقليبتين دول كده، بجد احلى ريحه واحلى تقليه تعمليها لاي خضار. ودي نص شبشة كده طماطم بتكوني مجهزاه ومصفياه، بتنزلي بيها على البصل والثوم. وديت نص معلقه كده 7 بهارات، وسيبيها بقى تتسبك كده براحتها. شايفه اتسبكت بقى وزي بقى زي الفل ازاي. دي الفول طبعا غسلته ونقعته، كان عندي في الفريزر من السنه اللي فاتت. كل حاجه بتنفع. سلقته سلقه كويسه كده وشطفته تاني، وحطيته بقى مع التقليه دي، وتسيبها بقى كده تتسبك مع نفسها. بجد يا حبايبي احلى خضار ممكن تاكليه، واحلى طريقه للبط اللي طبخناه وللخضار اللي احنا عملناه دي. مفيش احلى من اكل زمان، ومفيش احلى من طرق زمان، والبساطة كده، وكل حاجة حلوة بجد. اللي يوصل بقى لهنا يا حبايبي ما ينساش اللايك
ولو اول مرة حد يشوف قناتي يشرفني كده ونورني باشتراكه معايا. شكرا اول كل متابعين وكل حبايبي، يا رب يخليكوا ليا وتفضلوا نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا، ولا من كومنتاتكم الجميلة، ولا من دعمكم وقلوبكم الجميلة الطيبة. شايفين الاكل ما شاء الله جميل اهوت، والرز ابيض طبعا الطبخ اهوت وكده. البطة والفرخة استوم، بشيلهم بقى كده وبتحطهم تحت الشواية ياخدوا لون، ما حمرتش بقى في الزيت ولا حاجة. والسمنة اللي على وش الشوربة دي بشيلها كده بالراحة، عشان تعملي بقى ملوخية او محشي. لما تيجي تعملي محشي بتبقى زي الفل، انما لازم تشيليها من على الشوربة عشان تبقى خفيفة كده وانتوا بتشربوها، ما يبقاش فيها سمنة كتير ولا حاجة يا حبايبي. كده بقى البطة والفرخة بعد ما طولهم اهو، نرش عليهم كده ملح وفلفل ونغطوهم شوية كده، ونقدم بقى يا حبايبي الغدا بألف هنا وشفا. شكرا أوي لوقتكم ولمشاهدتكم للفيديو، وما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي والصلاة على النبي والدعوة الحلوة كده من قلبكم. واشوفكم على خير يا حبايبي الفيديو الجاي، مع السلامة.